في البرنامج اللي على مستوى الاشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن اسامه حسن. اسامه حسن قلت لكم ده واحد بيحكي وبيغني تجاه النادي الاهلي، عمل مرض نفسي وعنده نفسي، وعمل نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر ومنبع للتعصب وفتنه في مصر. ده شخص كاره وحاقد وغداوي جدا تجاه النادي الاهلي، عمل مرض نفسي وعنده نفسي، وعمل مرض نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب يسير الجدال بكلمه تعصب فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو كان بشع، ده كان غير محترم، ده كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا كان بيقول كان كله كذب وافتراءات، ان حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عامل مرض نفسي ومرض نفسي وعمل مرض نفسيه بجد يعني. طبعا اسامه حسن طبعا هو ب 100 وش بتاعه، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في التسوق منافق ومدرس وكذاب انه بيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما بتجاه النادي الاهلي عمل مشكله، عمل عقده من السنين لانه بيقرا وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يا فيجن كود والله العظيم حاجه في منتهى الكذب، وحاجه في منتهى الحقد والغل، وحاجه غير محترمه، وحاجه في منتهى تعصب فتنه. تعال شوفها كده. امام هيكمل مع الاهلي ولا لا؟ لا طبعا طب ولو كمل؟ مش هيكمل. ولو كمل حاطط شروط جامده يا نجم صعبه. يعني والله عايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي هيفضل مجنك ويفضل مربي لك خفيف. اسامه حسن طلع بيقول بقى كلام كله كذب بقى وحقد وغل تجاه النادي الاهلي. طلع بيقول بقى كذب، بيقول لك امام، يقول لك امام عاشور مش هيكمل في الاهلي، واني هيمشي مش هيكمل في الاهلي، وان هو حاطط شروط ومش شروط. على فكره العلم اسامه حسن ده يعني بقاله بتاع 3 سنين ولا بتاع سنتين كل شويه يطلع في فيديوهات يقول لك امام عاشور مش هيمشي من النادي الاهلي، وبيكون موجود في ويجدد مع النادي الاهلي ويبقى موجود. ويطلع برضه فيديوهات قبل كده يقول لك امام عاشور هيمشي، وبرضه امام عاشور يقعد مع النادي. يعني هو اساسه عقدته النفسيه امام عاشور، عقدته النفسيه امام عاشور. فهو ده شوف قال كام، ده قال كتير جدا في فيديوهات ليه قال لك امام عاشور يمشي الاهلي، كتير في فيديوهات كتير ليه قال الكلام ده. واحد حقده وغل تجاه النادي الاهلي بلا حدود، واحد عقدته النفسيه دايما متركزه زي ما قلت لكم في امام عاشور وزيزو. عقدته النفسيه في امام عاشور، بالذات امام عاشور. هو عايز امام عاشور يمشي باي طريقه، لان عارف امام عاشور لعيب جامد، لعيب جامد، وطبعا هو مش عايز يكون مع الاهلي، فده هيضايقهم جامد. فزي ما قلت لكم دي عقدته النفسيه على طول يعني. ويفضل طبعا زي ما قلت لكم الاهلي دايما هيفضل عامل له عقده نفسيه. فعايز اقول لك يا اسامه حسن الاهلي دايما هيفضل مربي خفيف، ويفضل مجننك، ويفضل وجعك، ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا اسامه حسن قلت لكم هو بيحب يسير الجدل بكم توقع صفتنا، وبيحب الترند واللقطه. طبعا اسامه حسن طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. اسامه حسن اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للاهلي انسى